هلخص لك وحلل لك ساعتين كاملين من أسوأ بودكاست أنا شفته في حياتي. بودكاست سيء من كل النواحي. عشان تعرفوا أنا بتكلم عن إيه هتلاقوا حلقة البودكاست باسم جو روجن اكسبيرينس مع دكتور زاهي حواس، حلقة رقم 23 و 21. مين دكتور زاهي حواس؟ ده كان وزير السياحة والآثار قبل كده في بلدك، ومن أكبر علماء الآثار والمصريات، وصاحب اكتشافات وأبحاث، ومن أكبر مستكشفين منطقة الجيزة ووادي النيل والصحراء الغربية. ما أعتقدش إن في قامة أكبر من دكتور زاهي حواس في علم المصريات موجودة دلوقتي. طيب مين بقى اللي كان مستضيفه؟ ده جو روجن، هو مذيع ومواطن أمريكي أبيض، أفريج مواطن أمريكي. هو شايف ان الرجل الابيض ده افضل انسان في الكون واحسن من كل البشر، بالذات الناس الشرق اوسطيين، وبسبب نظرته العنصريه مستكتر على المصريين ان هم دول اللي يكونوا عملوا حضاره بالضخامه وبالعظمه دي، حضاره 7000 سنه، ومستكتر عليهم بالذات بناء الاهرام. وعلى فكره ده مش هو كده بس، انت لو نزلت في الشارع الامريكي هتقول له ايه معلوماتك مثلا عن مصر، هيقول لك مصر دي اللي بنى الاهرامات فيها هم الفضائيين او ناس عملاقه اطولهم 5 متر و6 متر. ويجي يقول لك برضو ان المصريين بيركبوا جمال في الشارع وبيروحوا بيها الشغل. يا جماعه، الشعب الامريكي الغربي شعب اكبر دوله في العالم واقوى دوله، شعب عايش في ميه المخلل عادي. فالاستاذ جو روجن مشكورا بعت انفيتيشن لدكتور زاهي حواس، اكبر قامه في علم المصريات عندنا في مصر، علشان يدردش معاه في مين اللي بنى الهرم. فدكتور زاهي حواس بالفعل يقبل الانفيتيشن دي ويروح البودكاست، اكبر بودكاست في العالم على منصات السوشيال ميديا. فرصه ذهبيه لانصاف علم المصريات وللمصريين وللسياحه، لتنشيط السياحه والانصاف المصريين القدماء، الناس الممددين في المقابر بتاعتهم اللي كل من هب ودب بيتكلم عليهم. ده الوقت فعلا ان انت تنصف عظم التربه. مبدئيا انا مش هتكلم عن الانجليزي بتاع دكتور زاهي حواس، احنا مصريين يا جماعه، احنا مش مضطرين ان احنا نتكلم اكسنت صح، لا، احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نتكلم انجليزي صح في العموم علشان الناس تفهمنا. نخش في صلب الموضوع. يبدا البودكاست وجو روجن يفتح مع الموضوع والكلام يبدا يروح ويجي عن الاهرامات. فدكتور زاهي حواس يقول له لا، الاهرامات ده اللي بناها المصريين، وانا اكتشفت مقابر للعمال المصريين، وعرفت ازاي بننقل الحجارة المصرية من مكان لمكان، وازاي هي بالحجم ده اتنقلت، وكل الطرق والادوات اللي انا اكتشفتها. كل القصص دي بقى قعدوا يتكلموا ان هو ازاي يعني المصريين اللي هم بشر عاديين جدا هم اللي بنوا الاهرامات بالعلم وكده. ونفاله طبعا قال له نظريه الفضائيين ونظريه العمالقه وكل الكلام ده هو خرافات واعتقادات، يعني علشان اي حاجه يعني بتنفي ان المصريين هم اللي عملوا الهرم هم بيتمسكوا بيها. وبالفعل قالوا لا، كل الكلام ده غلط. لحد هنا كلام جميل قوي. فوصلنا بقى للنقطه اللي قلبت الحلقه. يا دكتور زاهي، فين مصادرك وادلتك على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هنصدقك ازاي؟ يلا بقى يا دكتور زاهي، اخبط جو روجن رصاصة الرحمة واثبت له ان كل الكلام بتاع الفضائيين ده كذب. فدكتور زاهي حواس رد عليه برضه بصيغة انا وانا، وكل ده ظهر بسببي، وكل الادلة دي بتاعتي، وانا اللي اكتشفت كل ده. حضرتك مشكورا، الف شكر لحضرتك يا دكتور زاهي. التاريخ هيخلد ذكرك للابد ان انت انصفت المصريين. ممكن حضرتك تورينا الأدلة اللي حضرتك عارفها وبتثبت بيها كل الكلام ده؟ يرد عليه دكتور زاهي حواس يقول له الأدلة بتاعتي في كتابي. تمام، يعني يلا طلع لنا الكتاب. قال له لا، ما هو الكتاب ده كتاب PDF إلكتروني. قال له طب هو فين الكتاب؟ قال له الكتاب على اللابتوب بتاعي. قال له طب ممكن ناخد منه نسخة اونلاين، يعني فريق الاعداد بتاعنا يطلع النسخة دي لكل الجمهور ونقعد نقرا كل الكلام ده مع بعض؟ قال له لا، مفيش منه نسخة اونلاين، انا محتفظ بيه كBDF كده على اللابتوب بتاعي. قال له طب خلاص، ممكن حضرتك تطلع اللابتوب ونعمل كده يعني ايه بريفيو لشاشة اللابتوب ونتفرج كلنا. قال له لا، ما هو اللابتوب بتاعي مش هنا، ده في لاس فيجاس. وبعد ما دكتور زاهي حواس طفى جو روجن وقضى كل اماله ان هو يطلع منه اي ادله، قام مولع له السيجار وقام نافخ في وشه الدخان كحركه من حركات الرؤساء الكبار، وتعبيرا عن انتصار دكتور زاهي حواس عليه. فبعد ما جو روجن الصراحه شاف المنظر ان هو عمال بينفخ في وشه السجاير ومش عارف يطلع منه اي ادله او اي معلومه، يعني جو روجن فعلا حس ان هو وصل لحته صد. طول البودكاست بعد اللقطات دي خلاص ما بقاش في جديد، ما بقيناش عارفين لا ناخد ولا ندي. جو روجن قاعد مع شخص بيكدبه ويقول له لا، مفيش فضائيين ومفيش عماليق ومفيش كل الكلام ده، كل الكلام ده كده. طب اثبت لنا. يقول له لا، مش هثبت دلوقتي علشان كل الكلام ده انا عاينه،
وانا تقيل عليك وكده. فبسبب اللقطات دي جو روجن طلع بعد اللقاء ده قال ده اسوأ بودكاست انا عملته في حياتي، وان دكتور زي حواس شخص ضيق الافق وما بيعرفش يتحاور. احنا دلوقتي لازم نبص بصه محايده هنلاقي ان الكلام ده صح فعلا، بالذات ان هو بيتعامل مع اكبر عقليه في مجال المصريات في مصر في الوقت ده. وكمان دكتور زي حواس بيتكلم في مجال ما ينفعش يبقى فيه كلام مرسل، الكلام ده لازم يبقى بأدلة، وأدلة إيه؟ أدلة صارخة الوضوح ما فيهاش كلام، من إنصاف قضية معينة وإنصاف علم المصريات وتوضيح وجهة نظر لبيرسونال براندنج، بيرسونال ماركتنج بس صافي. هنقول مثلا انت مش محضر الدكتور زاهي عشان تقول الكلام ده؟ يعني حضرتك مش عارف ان في ملايين بيتفرجوا عليك وشايفينك وشايفين انت بتقول ايه؟ لا، كل الناس دي شايفة، كل الناس دي عارفة. يعني ده حاجة زي دي لازم يكون متحضر لها قبلها بشهر، حاجة زي دي لازم يكون متذاكر لها وفي ادله ومصادر معاك، كتاب كبير كده انت مجمع فيه كل حاجه. فالهدف الاول والاخير لدكتور زي حواس هو الدعايه الشخصيه، البيرسونال براندنج، وقد ايه انا جامد وان كل الناس تكون شايفاني. شكرا جزيلا جدا يا دكتور زاهي. بس الصوره النمطيه اللي حضرتك رسمها انا حامي حمى علم المصريات وحامي حمى مصر، لا، انت بتبحث عن المجد الشخصي، وده على مرأى ومسمع من كل اللي شاف البودكاست، ملايين اللي شاف البودكاست قالوا الكلام ده. وهي دي كل القصة والحكاية. فعشان كده ده كان أسوأ فعلا بودكاست انت ممكن تسمعه في حياتك. فكان معكم حوار سكريبت مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.